السلام عليكم خوتي. اليوم صبحت عليكم فيديو عقلي. نخليك انت في اخر الفيديو تحكم هل النكراني هو مشاقق للرسول ام لا. ابقى معايا. عدنا خوتي، اليوم رانا 2026. اروحوا معايا نروحوا الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكاش طريقة للشرح احسن من ان تكون أو أن ترى نفسك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نزلت آية وأقيموا الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال لكم أرواحوا نقيموا الصلاة. ها كيفاش نقوموا؟ نقول الله أكبر إلى آخره إلى آخره. علمنا كيف نصلي. تمام. إذن الناس الصحابة اللي كان يقرأ عليهم القرآن تعلموا طريقة الصلاة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. هل قالوا لا اتركنا نتدبر القرآن لكي نصلي، أم اتبعوه، أم أطاعوه؟ أمر طبق. قال لهم آمنوا بأن هذا القرآن فيه أمر للصلاة. هذا الأمر كيفاش نطبقه يا رسول الله؟ ديروا هكذا. أوكي. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قولوا هكذا. السلام عليكم. أمر طبق. قالوا سمعنا وأطعنا. تقول لي اليوم لا راكم غالطين. اليوم هذه الصلاة ما جاتناش، خسروا فيها. أروح. كيفية الصلاة على النبي مشي هكذاك. أروح. هذا الكتاب كيف وصلنا عن طريق الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ عليهم القرآن، وكانوا هناك الحفظة اللي كانوا يحفظوا القرآن. هذوك الحفظة اللي هما كانوا مادام كانوا مقربين من الرسول حتى يملي عليهم القرآن فيحفظونه ويعلمونه للناس، بالضرورة يتعلموا منه كيف الصلاة. هم الأولون الذين سمعوا كلمة أقيم الصلاة. هل هؤلاء سألوا الرسول كيف نقيم الصلاة أم لا؟ سألوه وقال لهم. هذو الناس اللي حفظوا لنا القرآن ألم يحفظوا طريقة الصلاة، أو ألم يعلموا الناس كما علموا القرآن طريقة الصلاة وطريقة الصلاة على النبي أم لا؟ بالمنطق تقول لي نعم يعلموه. ما تقدرش يعلمك القرآن وما يعلمش كيف تصلي. ما تركبش خطين مختلفين. ما تركبش. نفس الشخص اللي يعلمك القرآن تعمد أن لا يعلمك الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلت لنا الصلاة. تخيلوا هذو الناس اللي قال لكم الصلاة راكم غالطين، آمنوا بالناس الذين جاءونا بالكتاب ولم يؤمنوا بنفس الناس الذين جاءونا بالصلاة أو بطريقة الصلاة. هل هذا منطقي؟ مش منطقي إطلاقا. كما نقول لك إطلاقا مش منطقي. مستحيل. يستحيل هذا. العقل يستحيل أن يتقبل هذا. عقل الإنسان يستحيل أن يتقبل أن فرد أوصلنا الصلاة، أوصلنا القرآن، وأوصلنا طريقة الصلاة. آمنت بهذا وما آمنتش بها. يعني المستقبل إما مريض أو دجال أو مدلس أو كاذب أو كل الصفات الغير جميلة فيه. كاذب إلى آخره، أو مدلس، أو يحاول تدمير الدين إلى آخره. نجو الآن إلى الجواب المحوري أو الجواب الشافي. هل هؤلاء الناس هم من شاقوا الرسول أم لا؟ تخيلوا هؤلاء كما مشيتوا معنا من 2026 إلى رسول الله. تخيلوا هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ها كيف تصلوا؟ قالوا لا ما نصلوش هكذا، ننتظروا حتى أن يكتمل الوحي. وما كانش على بالهم بالوحي سيكتمل أم لا، ولم يكن بعلمهم أن الرسول كان سيموت أم لا إلى آخره. بل قالوا لا لازم نتدبر القرآن حنايا. والآية دي كانت مازال ما تتنزل، أفيتدبر القرآن. قالوا هل هو وحي؟ هل هؤلاء ممن شاقوا الرسول أم لا؟ الجواب تاعكم. الرسول قال لهم هكا، قالوا لهم لا احنا قالوا ما نصلوش هكذا، قالوا نستناو حتى يزلزل علينا الوحي ونشوفوا كيفاش طريقة جديدة نصلوا بها، ما نتبعوكش انت.
أيوه، ربي واش قال لهم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما قالش ومن يشاقق الرسول، لا، قال لك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الهدى تبين لك أو بين لك الرسول الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا. بين لك الهدى، أنت هذا الهدى ما ديتوش. وبعد واش قال لك الله أيضا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو مات، بقات المؤمنين اللي موراه، هل اتبعتم سبيله أم لا؟ واش يقول لك؟ نوله ما تولى من بعد ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هؤلاء الذين شاقوا الرسول اللي هم اليوم منكري السنة قال فيهم الله نصلهم جهنم وساءت مصيره. الأمر واضح خوتي، أمر واضح بين سهل الاستنتاج. أن يأتيك أحد يقول لك الصلاة ليست هذه الصلاة وطريقة الصلاة على النبي خطأ، إذن فإنه يكفر أو يكذب كل هذه الطريقة الواضحة المنطقية الذي يمكن لأي إنسان عاقل عنده 5% من التفكير العقلي أن يؤمن بها. لكنهم شاقوا الرسول، ولو كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلوا كما صلى رسول الله ولا آمنوا به، بل كانوا من المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنهم لكاذبون. أنتم أمامنا تقولوا باللي إحنا نأمن بالقرآن، لكنكم تكفرون بالقرآن والأيام بيننا. تخرجوا كامل إما ملحدين إما نصارى إما كفار بالقرآن والأيام بيننا. جميع هذول اللي يخرجوا قدامكم يجي الوقت بينا، إلا اللي مغرر بهم اللي هما مستهم الفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم سارعوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. سلام.